مساء الخير للي هيشوف الفيديو بالليل، وصباح الخير للي هيشوفه الصبح. وانا بفرجكم كده على حاجتي اللي انا اشتريتها. هنتكلم على اللي عمل حفلة في اسكندرية على البنات الصغيرين والولاد الصغيرين. ده حفلة اللي اتخرجوا من الثانوية العامة، ولم كده حبة فلوس، يعني اقل من تمن كرتونة البيضة عندنا، يعني تقريبا 100 جنيه. ايه رأيكم في الشوز اللي انا جبته ده؟ تحفة. شفتوا؟ تحفة، وسوستة من جنب ومريح جدا. المهم تامر لمله يجي 50,000 ايه، ولد وبنت، هي يعني ب500,000. ايه رأيكم؟ الكعب مريح وجميلة قوي. طبعا مفيش اب ولا ام هيقولوا لولادهم لا مش هتروحوا حفلة تامر، لا خدوا الفلوس ده. ولم تامر جبت الشبشب ده كمان جميل والوانه عجبتني. مهم تامر بعد ما لم الفلوس، خدوا بالكم كمان هتلاقوا السوستة اللي في الجزمة هي نفسها السوستة اللي في الشنطة، وتحفين ولايقين على بعض. تم لم الفلوس، لم 500,000 جنيه. ماشي، وقف بقى هما مع بعض كده كلهم كده في الزحمة، زي ما تقولوا كده يوم القيامة قام. يا رب تقوم علينا واحنا صالحين، عاملين عمل صالح كده ندخل بالجنة ان شاء الله. المهم انا مهما اشتري ما بشتريش الا الشوز الاسود، لازم يكون لونه اسود. عمري ما اشتريت الوان تانية، ولا ابيض ولا بيج ولا اي حاجه، هو اسود اسود. والشنطه اهي بالسوسته بتاعتها، كذا سوسته برانيه، دي للمفاتيح. فلوس فضه وفلوس عايزه تخرجها كده على طول على السريع، بس جميله. تيجي تشتري شنطه اشتريها بسوست، هاتي سوسته برانيه وسوسته جوانيه، وهاتي سوست علشان الشنطه لما تبقى متقسمه بتساعدك على ان انت ما تقعديش تدوري. وجلد طبيعي، ما تستخسريش في الشنطه، ما تجيبيش شنط رخيصه، هاتي شنطه غاليه كده تقعد معاكي سنه، اقل من السنه شويه مش مشكل. المهم ان انت تجيبي حاجه تريحك وتكون طريه، والجيب واسع زي ما انتوا شايفين كده، وشكلها الجميل جميله، ولسه هنشوف ايديها. المهم تعالوا نرجع لتامر حسني. تامر حسني بقى لما لم الفلوس على طول، خلاص هو لم الفلوس اهو، طلع على المسرح، خد له نص ساعة، طلع بنت بفستان احمر تبعه، وواد تاني لابس في قميص كحلي، لا بس شكلها جميل، شكلها جميل وواسعة. عارفين الايدين الصغيرة دي، ممكن لو انت عايزة تشيلها من ايدينها الصغيرة دي تشيلي عادي، تحط فيها كتب كراريس، لو انت رايحة مكان ولا حاجة في ملفات تحط ملفك، يعني بتنفع للموظفين كمان. جميلة جميلة، عجبني ان هي واسعة وتاخد طول لحاجتي، ولا ان حد يشوف الحاجات اللي انا جايباها. تامر عمل ايه؟ جاب لك البت ديت والولد دي، عمل موقف كده غرامي، ان الواد قال ايه بيلبسها دبلة، وتعالي يا حبيبتي خدي الدبل، وقام راكع لها. وده حرام، حرام شرعا ان الولد يركع للبت وهو بيلبسها الدبلة وهو بيخطبها، عيب. الموضوع ده انتشر ما بين الشباب الجاهل والبنات الجهلة. وطبعا تامر آه عايز يعمل ترند، عايز يعمل منظر في اي حاجة كده، يعني يحلل 500,000 جنيه. طب هو الفلوس اللي انت خدتها دي حلال ولا اللي انت لميتها من الاهالي دي تاني؟ الواد اللي مصاحب البت اللي جايبها ودافع لها 200 جنيه، 100 ليه و100 ليه كده، طبعا انا شايفاه حرام. ما فيش اب ولا ام هيقدروا يسيطروا. احنا على التليفونات الموبايلات قعدت واخده اولادنا مننا، وقعدوا عاملين لنا ان احنا مش، ما ينفعش ان احنا نكلمهم، ما ينفعش نقول الا اذا ربنا سبحانه وتعالى هدى الاولاد من عنده. نيجي نتكلم الاولاد دلوقتي، الاب او الام يقول لك انت مالك يا بابا، ما انا بقى زي صحابي، ما اصحابي خرجوا واصحابي راحوا النادي واصحابي رايحين لتامر حسني، هاجت عليا انا والشبشب لونه ده، اللون ده بصل، والارضيه بتاعته مريحه جدا وطري يا جماعه، طري يعني تضغطي عليه يتضغط كده زي الاسفنج. لو انت ظهرك بيوجعك وفي نفس الوقت بتحبي الحاجات العاليه، هاتي حاجه زي كده، اهم حاجه تكون ايه، طريه على رجلك. جبت الطرحه ديت لايقه على العبايه، لان العبايه ادوهالي اشتريتها ملهاش طرحه، فجبت الطرحه ديت تبقى لايقه، ولونها اللون التطريز اللي في العبايه، تطريز جميل قوي، وماسك العبايه من فوق لتحت، من اول العبايه لاخرها مطرزه. العبايه من غيركم، العبايه زي ما تقولوا كده ايه، اسدال، بس بدخل ايدي زي جيب كده، بس شكلها حلو، هبقى البسها لكم مره
واصور لكم بيها. قلت كل شويه اجيب لي العيال وما بجيبش لنفسي، طب فيها ايه لما اجيب لنفسي وافرح انا كمان. نيجي لتامر حسني. قبض، وبعد ما قبض ال500,000 جنيه قال لك ايه ده، العيال بيشربوا سجاير، ده العيال بيعرفش بيعملوا قلة ادب، قفل على الحفلة دي. لا ما يصحش كده، وعايز يعمل موقف ايه رجولي. بس انت قبضت، رجع لهم حاجتهم، رجع الفلوس للاهالي. ما انت خدت الفلوس وفي نفس الوقت ما متعتش العيال اللي جايبين ودافعين. اخر انت قلت عليهم ده طلعوا مش محترمين. هذا التطريز اللي في العباية يا جماعة من اوله، من اول العباية من فوق من عند الرقبة لغاية الاخر. العباية ديت ماركة. ما هو انت لو تجيبي على نفسك هاتي لنفسك حاجة كويسة، ما تجيبيش حاجة الناس كلها لابساها. هاتي حاجة مميزة كده تتميزي بيها انت حبيبتي. يعني حبي نفسك، دلعي نفسك. احلى عباية ليكي، احلى شنطة ليكي، احلى شوز، طرحة جميلة. افرحوا. احنا نعيش مرة واحدة، مش مشكلة يعني لازم تحوشي وتكنسي. لا خدي شوية كده من اللي انت مكنزاهم دول، ولا اللي انت عايزة تحوشيهم للعيال علشان تجيبي لهم حاجة. لا انت برضو من حقك ان انت تجيبي لنفسك، تفرحي نفسك. هو تمل ياخد وانت ما تاخديش. المنظر بقى اللي كانت فيه الحفلة كان منظر، استغفر الله العظيم، يا رب اغفر لنا وسامحنا. العيال لازقين في بعض، الولاد والبنات لازقين، مفيش اساسا